يا ربي صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واسلح وسهل ما قد تعود. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن بالنبي تعلق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد وله ومن للحبيب يعشق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد ومن بحبل النبي توثق. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواده برهانه المبسوط في الوجود كرامه وإحسانه. تعالى مجده وعظم شانه خلق الخلق لحكمة
وطوى عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلق وأجل أبيده الرحمة تعلقت إرادته أزلية بخلق عز العبد المحبوب فانتشرت أثر شرفه في العوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما أعظم هذا فضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطر بوجودها أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في الغريب والشاسع صلى الله عليه فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم إمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا من والى يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عمال أنا من والى يا لقلب قد توالى بحبيب العمال أنا من والى يا قلبي سرور قد توالى بحبيب العمال أنا من والى جل من شرف الوجود
فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود خلقي نور فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته بالذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تقرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوه على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شوالد وأشهد أن سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغ خلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا وكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسائها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن خدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعناية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحمة المجد بقربه وتفيأوا ذل الشرف في أصلي بودي وحبي ما أطرت أكوان بنفس ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في علم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة صلى الله عليه فانفلقت بيضة التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين صلى الله عليه حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون صلى الله عليه فما من صلب ضمة إلى وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه صلى الله عليه وقد قضت الأقدار أزالية بما قضت وأظهرت من سر هذا نور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه
فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حيرا أفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك نور المعروف صلى الله عليه. وإن كانت الألسن لا تفي بأجر معشار أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويها للمتعلقين بهذا نور المبين صلى الله عليه. وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن حثني إلى تدوين ما حفظته من شعر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي أما العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولا إجد شوقي إلى سماع أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به متكلم والسامع ويدخلني في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده فهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وسمائل التي هي أحسن سمائل. فهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا بشأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتصرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. فقد بلغ في أحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله النور مودع في هذه السورة صلى الله عليه. والنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع وجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن شيء خلق الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في خلقي وآخرهم في البعث. صلى الله عليه. وقد تعددت الرواية بأنه أول خلق وجودا وأسرافه مولودا. ولما كانت سعادة أبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاء من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من صرفته من العالمين وتنقل هذا النور من قلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلته يد العلم القديم إلا من حصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه ضب عبد الله وألقاه إلى بطنها فتمته أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عن حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكو منه علما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم جهالة رضا بسط على أهل هذا عالم بيوضة فضله وتنتشر فيه آثار مجره صميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا غصننا قام مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. يا غصننا قام مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي. العصمة لا تكون إلا لنبي. يا مالك مهجتي ترفق بالله لا بد لكل عاشق من زلة. يا مالك مهجتي ترفق بالله لا بد لكل عاشق من زلة. روحي تلفت ومهجتي في علة لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. الغصن إذا رآك مقبل سجدا والعين إذا رأتك تخشى الرمدا. الغصن إذا رآك مقبل سجدا والعين إذا رأتك تخشى الرمدا. يا من بوصاله يداوي الكبدا ما تفعله اليوم تلقاه غدا. ما تفعله اليوم تلقاه غدا. يا غصننا قام مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. يا غصننا قام مكللا بالذهب أفديك من الردى بأمي وأبي. إن كنت أسأت في هواكم أدبي العصمة لا تكون إلا لنبي. العصمة لا تكون إلا لنبي. ربيع السرور أنار السبيل. ربيع السرور أنار السبيل وأهدى لنا كأسه سلسبيلا. وأهدى لنا كأسه سلسبيلا. ربيع السرور أنار السبيل. ربيع السرور أنار السبيل وأهدى لنا كأسه سلسبيلا. وأهدى لنا كأسه سلسبيلا. بمولد خير الأنام الذي
الله كان وليا كفيلا ترى يا إلهي أزور الحمى ترى يا إلهي أزور الحمى وأبرئ منها وهذا العديل وأنظر وادي وباقا بدا وأنظر وادي وباقا بدا لعيني وأشهد ذاك النخيل ويبدو البقيع وروض الشفيق ويبدو البقيع وروض الشفيق قد فرحا وأصلا أصيلا وأنظر وادي وباقا بدا وأنظر وادي وباقا بدا لعيني وأشهد ذاك النخيل نبي الهدى محيا للردى نبي الهدى محيا للردى عندي الصدى وهو محري السبيل وأنظر وادي وباقا بدا وأنظر وادي وباقا بدا لعيني وأشهد ذاك النخيل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ومنذ علقت بهذه الدرات المجنونة والجوهرات المسونة والغنو كله يشبي ويمسي في السرور وابتهاج بقرب زور إشراق هذا السراج والعيون متشوفة إلى البروز متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفاسه العبارة مؤلنة بكامل البشارة وما من عاملها مرت في ذلك العام إلا أتت في أملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام صلى الله عليه. ولم تزل الأرض والسماوات متدمغة بإثر الفراح بملاقاة أشرف بريات وبروز من عالم الخفاء إلى عالم الزهور بعد تنقله في البطون والزهور فأظهر الله في الوجود بهجة تكريم وبسط في العالم الكبير مائدة تشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فإن قرب أوان وطئ هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترهيب صلى الله عليه. وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
والقدرة كشفت كناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في أعلام الزهور نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفاذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من حواس الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. فحضرت بتوفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أن أموت وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشأن والدرج. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق الكون بديهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس وسرور قد تجدد. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أبو يهل المثاني فهزار اليمن غران واستضيء بجمال فقع في الحسن تفرد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
كل حمد فلربي كل حمد جل يحصره العاد حبانا بوجودي ذهبانا بوجودي المصطفى الهادي محمد الله صل يا ربي على حماد صل يا ربي على حماد اسمه طه وياسين الله الله المشفع بالقيامة المشفع بالقيامة فنادانا بالبراهين الله رسول الله أهلا بك إنا بك نسعد الله وبجاهه يا إلهي جود وبلغ كل ما قصد رسول الله جئنا لزيارة قصدنا الله نبدي منك شفاعة عند رب العالمين نهج سبيله كي به نسعد ونرشد ربي بلغنا بجاهه في جواره خير ما جعل يا تواب طب علينا يا تواب طب علينا وارحمنا وانظر إلينا وارحمنا وانظر إلينا صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد يا الله يا الله اغفر لي ذنوبي واجعل الجنة هلالي يا الله وسلام مستمر كل حين يتجدد مغفر الله من الخطايا الله على محمد يا ربي صل عليه وسلم صلى الله على محمد الله عليه وسلم Jangan banyak yang masuk. صلى الله على
الله تغشى أشرف الرسل Diharapkan yang dekat pengantin untuk mundur. Untuk yang ngantar-ngantar pengantin toh mohon mundur. Mohon mundur sedikit. Mohon mundur. Biar agak lapang dikit. Biar agak lapang. Tasmiyah terlebih dahulu, dan jangan ada untuk mengambil foto kecuali sesuai dengan apa yang sudah disiapkan oleh Pondok Pesantren Rubat Al-Muhibbin. Tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral habaib wal hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah. Di tengah-tengah kita telah hadir 3 anak bayi yang insya Allah akan sama-sama kita resmikan namanya sesuai dengan apa yang telah dimupakati oleh kedua orang tuanya, jida dan jidnya, dengan nama yang baik sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum tud'awun yawmal qiyamah bi asma'ikum wa bi asma'i abaikum fa ahsinu asma'akum. Alhamdulillah. Nama anak yang pertama As-Sayyid Umar Muhdar bin Abdul Najib Al-Muhdar. Yang kedua Asy-Syarifah Khadijah Tahirah binti Fakhri Baragbah. Dan yang ketiga Asy-Syarifah Zainab Labibah binti Muhammad Azmi Ibn Al-Habib Adib Al-Haddad. Semoga anak-anak tersebut menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berguna, bermanfaat bagi nusa dan agamanya. Allah hadiniya wa qiniya sallallahu ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم بارك لنا في أولادنا وبناتنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. حق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah ini akad nikah yang akan dikomandoi oleh Ustaz Ubaidillah Al-Kaf. Satu lagi yang belum disebutkan tadi, namanya Rodiyah Mardiyah Salim binti Muhammad Agus Salim. Allah Al-Fatihah khusus. Al-Fatihah. Fadhil Ustaz Ubaidillah Al-Kaf. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral habaib wal asadis jamaah miladir Rasul sallallahu alaihi wasallam, jamaah akun nikah rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang mulia ini telah mengumpulkan kita dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka kita bersama-sama nantinya akan menjadi saksi suatu peristiwa yang sangat sakral, yakni proses akad nikah antara 4 cucu daripada baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan acara kita akan berjalan baik dan lancar, mendapatkan keberkahan dan ridha daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan buat junjungan agung kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya serta kekerabatnya hingga akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah nikah rahimakumullah. Hari ini Yaumul Isnin 16 September 2024, 12 Rabiul Awal 1446 Hijriah. Yang akan melangsungkan pernikahan adalah yang mempelai yang pertama As-Sayyid Ahmad Hanif bin Abu Ya Al-Habib Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab dengan Asy-Syarifah Fatimah Az-Zahra binti Muhammad bin Husain bin Syahab. Allah ala Rasulillah. Yang pertama As-Sayyid Ahmad Hanif bin Abu Ya'umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab dengan Syarifah Fatimah Zahra binti Muhammad bin Husain bin Syahab. Yang bertindak sebagai wali adalah wali nasab, wali mujbir Habibnya ialah Habib Husain bin Syahab yang telah berwakil kepada Abdul Rahman Masyhur bin Muhammad bin Husain bin Syahab, telah berwakil. Dan yang kedua As-Sayyid Aqil bin Sagab Al-Habsyi dengan Fatimah Umamah binti Abu Ya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Adapun wali langsung Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Dan yang ketiga As-Sayyid Ahmad Nizar bin Muhammad Ikram bin Syahab dengan Fatimah Lubabah binti Abu Ya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. Bertindak sebagai wali Al-Habib Umar Abdul Aziz bin Syahab. Yang keempat Sayyid Hamid Labib bin Abu Ya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab dengan Asy-Syarifah Khadijah Humaira binti Ustaz Al-Habib Muhammad Ridha Asgab. Yang bertindak sebagai wali adalah wali mujbir jidnya yakni Al-Habib Abdullah bin Abdul Muttalib Asgab. Adapun mahar daripada keempat pasang calon pengantin ini adalah fulus khamsamiyah alaf rupiah nakdan. Bentuklah kalau fulus bentuklah kalau. Adapun saksi yang pertama Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Hamid bin Syawbaka bin Salim dan saksi yang kedua Al-Habib Abdurrahman bin Hasan Al-Habsyi. Sudah. Mari kita ikuti rangkaian prosesi kabul, mana di awal bacaan suratul Fatihah kita mintakan kepada Al-Habib Hamidun Nagib bin Muhammad bin Hamid Syawbakar, dilanjutkan dengan khutbah nikah akan disampaikan langsung oleh Abu Ya Umar Abdul Aziz bin Abdul Rahman bin Syahab. خذونك أنه أسلامنا شيخنا علماءنا وأسلام رجالنا الصالحين الله يدخل نياتنا في نياتهم وقاسنا وقاسنا وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم نستحضر روحهم الطاهرة الأزكية الفاخرة بجاه خير البرية وإلى حضرة النبي محمد. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله المحمود بنعمته المعبود بقدرته المرحوم من عذابه وسطوته المطاع بسلطانه النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم لدينه
وأكرمهم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته جعل المصاحرة سببا لاهقا وأمرا مفترضا أوشج به الأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قائل: وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصئرا فكان ربك قديرا. فأمر الله يجري إلى قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره، ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله سبحانه وتعالى آمرا بالتقوى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال صلى الله عليه وسلم: يحث أمته على التجارة الرابحة الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. وقال صلى الله عليه وسلم مبينا على أنه من الإذ والكرامة: أناكه تكفروا فإني مباين بكم الأمم يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم مخبرا على أنه من الشهوات واقي: إذا تزوج الرجل فقد استكمل نصف دينه فليتق الله بالنصف الباقي. فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويحكم ما يريد، لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر، ولا يجتمع اثنان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولوالدي ووالديكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. نستغفر الله العظيم. أستغفر 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 الله العظيم. من كل ذنب عظيم. من كل ذنب عظيم. فإنه لا يغفر الذنب العظيم. لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. إلا العظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه رسول الله. أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. يا سيد أحمد حنيف بن عمر بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سهاب أزوجك على ما أمر الله به من إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يا سيد أحمد حنيف بن عمر عبد العزيز بن عبد الرحمن بن شهاب زوجتك وأنكحتك محتوبتك أختي شريفة فاطمة الزهراء بنت محمد بن حسين على كونه وكيلا في تزويجها منك ونكاحها منك بمهر 500,000 روبيا نقدا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. Alan. Bismillahirrahmanirrahim. Biihsan. Ya Sayyid Ahmad Nizar bin Ikram bin Aidrus bin Syahab zawajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati asy-syarifah Fatimah Lubabah bimahar 500,000 rupiah nakdan. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. بارك الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Uzawijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Sayyid Agil bin Sagab bin Ja'far Al-Habsyi zawajtuka wa ankahtuka mahtubataka ibnati Fatimah Umamah bimahar 500,000 rupiah nakdan. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Barakallah.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala khairil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usikum Ibadallah wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Astaghfirullah Astaghfirullah Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ya Sayyid Hamid Labib Ya Sayyid Hamid Labib bin Umar Abdul Aziz bin Syahab Uzawijuka alama amarallahu bihi min imsakin bima'rufin aw tasrihin bi ihsan. Ya Sayyid Hamid Labib bin Umar Abdul Aziz bin Syahab zawajtuka wa ankahtuka mahdubataka habidati Khadijah Umairah binti Muhammad Ridha Asgaf Hamsamia Alif Rubia Nagda. Qabiltu tazwijaha wa nikahaha bil mahril madhkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Farij minhum الكثير الطيب، أخرج منهم الكثير الطيب، اللهم أخرجهم الكثير الطيب، اللهم اغمر بيوتهم بالخيرات والبركات والمسرات والفيوضات والإمدادات والسعادات والطمأنينة والسكينة والأرزاق الواسعة الحسية والمعنوية خير البرية. بحق ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. فاتحة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع يا أرحم الراحمين. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم بمحاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم لمكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما وفقا برا رؤوفا لا يكون فإلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجذب. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرمل. وله معصورة أخلاق الهيبة القوية التي ترتل منها فرائس الأقوياء من البرية. ومن نشيته به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكر تطيبت المجالس والمحافل. وهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية. فما من خلق في البرية محمود إلا وذاكا عن زين الوجود. أجمل بوصف الحبيب وشانه وأرونا في مجده ومكانه. أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاء بعنانه. وقد انبسط القوم في الدر ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم
وحكاية ما حكم الله بها هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عينة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك الحسن كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا الله استغفر الله وصلى الله على رسول الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم محمد في كل وقت وحين.